عايز احكي لكم نبذة عن معاناة اخوكم في بداية اليوم. مش عارف ابدأ منين ولا منين ولا منين، ما المعاناة كتير برضه والواحد بيعاني من حاجات كتير جدا. والله بص معايا كده، خليني ابدأ لك من البداية. اولا صاحي متاخر، ثانيا مفيش نت فمحتاج انزل اشحن النت عشان اعرف انزل الحاجات اللي انا محتاج انزل ميوزك والكلام ده كله واعرف استخدمها. ثالثا التودو ليست بتاعتي فيها حاجات كتير جدا 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 لازم تخلص. رابعا محتاج اصور فيديو النهارده، محتاج اعمل له ايديت النهارده. خامسا في حاجات كتير جدا لازم تخلص النهارده. سادسا في خطوه كنت مأجلها محتاج ابدا فيها النهارده. سابعا في حاجات كتير لازم تخلص تاني مكتوبه كذلك، بس برضه مش هينفع نتكلم عليها. خلاصه الموضوع كله النهارده هيبقى يوم ضغط جدا، يوم فيه حاجات كتير جدا، والمشكله في الحاجات دي كلها ان هي لازم تخلص النهارده. يعني انا مثلا مش في ايدي او ما ينفعش اجل الحاجات دي مثلا لبكره، مثلا ممكن اخلص معظمها النهارده والباقي يخلص بكره. لا للاسف لازم كل الحاجات دي تخلص النهارده، بسبب ان الاسبوع الجاي هيبقى زحمه جدا. والاسبوع الجاي بالمناسبه ما فيهوش راحه، بسبب ان الاسبوع الجاي ورايا تصوير فيديوهين للقناه الاساسيه، وللاسف الفيديوهين دول لازم يتصوروا ورا بعض، ما ينفعش اخد مثلا فاصل ما بين ده وما بين ده. لا النهارده مثلا هصور الفيديو الاول، يبقى بكره لازم اصور الفيديو الثاني. ما ينفعش ان انا ما اصورش الاثنين دول. فالموضوع بالنسبه لي هيبقى موضوع رخم شويه، بسبب ان الاسبوع الجاي ورايا ضغط جدا، بالاضافه الى احتمال في فيديو ثالث مش متاكد منه. بس عموما يعني الواحد مش هيعيش مع المعاناه دي فتره كبيره، هو لازم يبدا دلوقتي عشان يلحق يخلص ويلحق وقت. ملحوظه، انا لو اتمرقعت النهارده انا في عداد الاموات بالنسبه للحاجات اللي عندي دي كلها، فانا ما ينفعش اتمرقع النهارده الصراحه. فدي رساله لنفسي، ما تتمرقعش. في الوقت ده الصراحه كنت ناوي انزل اشوف الحلاق هل عنده جنريتور ولا لا عشان احلق، لان محتاج احلق فعلا. كنت ناوي استغل الساعتين دول وانزل اشوفه كده، ولكن في مشكله ان انا شغال على فيديو دلوقتي صورت منه بعض الحاجات، فاضل بعض الحاجات التانية اللي انا مش هينفع احلق، بسبب ان شكلي هيبقى متغير جدا بين الشوط الاول والتاني. هيبقى شكلي متغير جدا بين كل شوط وشوط، فمش هينفع احلق دلوقتي. فكده دي اول نقطه راحت. تاني نقطه عندي بالنسبه لي وهي مشكله ان انا ملحقتش اخلص ايديت الفلوج قبل ما الكهرباء تقطع عشان انزل اعمل له ابلود وهي الكهرباء قطع. فدي مشكله تانية بالنسبه لي، بس اول ما الكهرباء تيجي على طول استغل الوقت واخلص الايديت بتاعه وكده. 5 hours later. وبعد ما الكهرباء جت قعدت اعمل ايديت للفلوج المفروض ينزل النهارده، والحمد لله خلصت ايديت الفلوج المفروض ينزل النهارده. وحاليا الفلوج بيعمل ريندر، طبعا عارفين بعد ما نخلص ريندر هنعمل ايه، ولكن تعبت جدا في الفلوج ده. الفلوج طلع حلو جدا، طلع فلوج مميز نوعا ما، يعني احسن من الفلوج اللي قبله. ده شيء كويس جدا بالنسبه لي، ان انا كل فلوج احس ان هو متطور اكتر من الفلوج اللي قبله، فده بالنسبه لي شيء عظيم جدا. ويعني في شويه حاجات في الدول لسه هحاول اخلصها لما الفيديو ده يعمل ريندر ان شاء الله. يعني الدنيا تبقى سهله، احنا بنعمل ابلود وكده. انتوا عارفين حرفيا حياتي ينطبق عليها اغنية ايه؟ في اغنية كده كنت استخدمتها من فترة كبيرة، مش فاكر اسم الاغنية بالظبط، ولكن فاكر الكلام بتاع اللي هو living in the same routine feel like a memory beat. فحرفيا ده ينطبق عليا بالفعل. انا وقت ما استخدمت الاغنية دي انا فعلا استخدمتها بسبب ان فعلا حاجة انا عايشها وحاجة فعلا بتحصل وحاجة فعلا يعني فاهم. انا مفيش اغنية بستخدمها الا وهي فعلا بتعبر عني او بتعبر عن الفيديو اللي مستخدمة فيه. حاجه بس عشان الكل يبقى عارف في اي اغنيه انا بستخدمها، فهي بتعبر فعلا، يعني بتعبر فعلا عن الفيديو او بتعبر عن حاجه فيعني دي ميزه الاغاني يا جدعان، ان هو فاهم الارتست بيبقى بيقول حاجه مثلا ممكن حاجه يكون عاشها، ولكن هي فعلا هي بتوصفك انت اكتر ما هي بتوصفه. فدي ميزه الاغاني. ولكن عملت ابلود الفيديو دلوقتي، النت كان بطيء جدا جدا جدا، ده غير ان انا النت قطع عندي في البيت، بس اللي بيقول لي مش عارف ابديت سيستم او سيرفر واقع حاجه زي كده يعني. والناس كل ما تيجي تسال يقول لهم نفس الموضوع ده. فمش عارف الصراحه لما اروح هتبقى الدنيا ايه، ولكن الحمد لله انا كل الشغل بتاعي مش محتاج نت، يعني الحمد لله. ورايا دلوقتي كميه شغل محتاج يخلص، يعني حرفيا حاجات كتير قوي. المشكله ان انا ناوي انام النهارده بدري، فمش عارف ازاي، غالبا هصحى
او مش غالبا، هو ده اكيد هيأثر بسبب ان انا ورايا حاجات كتير جدا جدا جدا. المشكله ان هي لازم تخلص النهارده. من بعد ما عملت ابلود للفيديو رجعت البيت، والكام ساعه اللي فاتوا دول انا حرفيا ما عملتش فيهم اي حاجه. ده السبب الصراحه، ما كانش في اي سبب، انا بس كنت بتمرقع مش اكتر، فده السبب اللي خلاني ما عملتش اي حاجه. بس بعيدا عن المرقعه دي كلها لازم ابدا دلوقتي عشان في حاجات لازم تخلص. كنت بجهز سيت اب دلوقتي لتصوير فيديو يوتيوب. الفيديو ده هو اللي المفروض هينزل يوم الاحد الجاي، يعني مش معايا غير النهارده وبكره بس عشان الفيديو ده يخلص. زي ما انتم شايفين سيت اب مختلف تماما، ولكن بالنسبه لي دي اصعب حاجه في عمل اي فيديو يوتيوب، هي ان انت نجهز السيت اب بتاع التصوير. بياخد وقت ومجهود كبير جدا، خصوصا ان انت بنجهز اضاءات، بنجهز كاميرا لسه هتحطها في مكانها، لسه تقعد تعمل تيست واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي الكادر اللي انت عايزه. فالموضوع مرهق جدا على فكره. انت ممكن تكون شفته مثلا في 10 ثواني، 15 ثانيه، 20 ثانيه، مش عارف قد ايه، ولكن الموضوع مرهق جدا 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 ان انت تبني سيت اب من اول فروم سكراتش حرفيا. يعني انت كل مره لما تيجي تصور بتعمل الخطوات دي كلها، بتوزع اضاءاتك، بتحط الكاميرا، بتعمل تيست واثنين وثلاثه. فالموضوع صعب جدا هي. يعني لو في سيت اب جاهز انت بس تدوس على زرار ريكورد في الكاميرا وتصور، يبقى الموضوع سهل جدا. ولكن يوما ما الواحد يبقى عنده سيت اب جاهز، اضاءات، سينما كاميرا موجوده، كل حاجه موجوده حرفيا في السيت اب. كل اللي انا هعمله ان انا ادوس زرار ريكورد وابدا تسجيل على طول، من غير بقى ما اوزع اضاءات والكلام ده كله. الاضاءات هتبقى جاهزه مش هتشال من مكانها. يوما ما هنوصل للكلام ده كله. هقعد دلوقتي اصور الفيديو، ويعني وراه تصوير كتير جدا وهياخد وقت كتير جدا، بس الموضوع يستحق الصراحه، بسبب ان انا بعد ما بعمل الفيديوهات دي او بعد ما اخلص الفيديو ببقى راضي جدا ومبسوط جدا. فصور الفيديو دلوقتي. 2000 years later. اوكي، وبعد تقريبا ساعتين او 3 ساعات من التسجيل، مش عارف الصراحه، قعدت كتير جدا اسجل. اقدر اقول لك ان انا خلصت تسجيل. المشكله بالنسبه لي ان انا بعد ما سجلت اول مره لقيت ان انا شرحي سيء جدا في التوتوريال. ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ لقيت التوتوريال سيء جدا. رميت كل الداتا دي، رميتها في الزباله بعد ما قعدت اسجل تقريبا نص ساعه، وعدت التسجيل من البدايه تاني. بدات اسجل من الصفر حرفيا، بدات اسجل كل حاجه تاني، بسبب ان انا حرفيا حسيت ان انا ايه ده، انا لو مكان المشاهد انا مش هتفرج على الموضوع ده. انا مش هضيع مثلا من وقت المشاهد السعوديه ولا اي حاجه عشان اتفرج على توتوريال وفي الاخر يطلع مش مستفيد ولا اتعلم اي حاجه حرفيا. فاضطريت ان انا اعيد تاني، وفي المره التانيه سجلت احسن بكتير جدا. قعدت نص ساعه كذلك في التسجيل وكده، وقبلها قعدت يعني فاهم، انا بقول لك بقالي 3 ساعات حرفيا بسجل، اعيد وازيد اعيد. الموضوع بالنسبه لي كان رخم جدا الصراحه، وخد وقت كتير جدا يعني. بس تمام يعني، اهم حاجه ان في الاخر طلع النتيجه كويسه. لسه برضه هحط كل الفوتج اللي انا صورتها على البي سي، وفي نفس الوقت هحطها على السوفت وير اللي انا بايديت عليه، وان شاء الله الاقي كل حاجه تمام. ولكن انتوا عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 6. الساعه 6 الصبح. سهرت جدا جدا جدا، ولسه هقعد اشتغل شويه كمان قبل ما انام، بسبب ان انا في شويه حاجات محتاج اتاكد ان هي تمام، بحيث ان انا اتاكد ان كل حاجه تمام. الصوت في بيك، بحيث ان انا اسync الصوت مع الصوره، اتاكد ان كل حاجه تمام. حرفيا النهارده يوم متعب جدا جدا. مش كان انا عايز انام عشان اصحى بدري، بسبب ان بكره ورايا حاجات كتير جدا. فالمهم يعني هتلاقي عدد ساعات الشغل موجوده هنا. النهارده اشتغلت كتير جدا بالمناسبه، وتعبت كتير جدا. يعني بعد عن ان انا اشتغلت كتير، انا تعبت كتير جدا بالمناسبه. فمتنساش بقى ان انت تروح على القناه الاساسيه تشوف الفيديو ده، هتلاقي اللينك برده بتاعه تحت موجود في الديسكربشن اول لما ينزل. بالمناسبه الفيديو ده هينزل يوم الاحد، فلازم تشوف الفيديو ده عشان تقدر التعب اللي انا هتعبه او اللي انا بتعبه عموما. فدي كانت كل حاجه النهارده. سلام.